القصب وزرعوه، ومرر الطافع علينا وعلى راسي اللي جابوني، وطول النهار نزقوا، والانفار مطلع ميتين ابوني، واصحاب والمي، وما فيش غاز، وما فيش كل حاجه. كل شويه واحد جاي يقول عاوز عودين قصب يا حج بحبح. ما الحج بحبح ديتي عشان انا زرع لي يعني كلهم 50 عربيه. الناس ما تقول لك القصبات زي ما انتم شايفين، سند القصب ضما، والنبي القصب يجي بيلعب. يا راجل ده مرر طافح غاز وموضوع طويل وبلاوي كحلي، كل واحد يقول طب ادينا حارسينهم، ادينا قاعد في مش هبيت لهم لغايه ما نشوفهم ياخذوهم القصبات دول ولا هويليل علينا ديارهم. هويلي بحبح. ناقصك انت الثاني كمان. تفضل ابو شوقي تفضل. عامل ايه يا راجل؟ الحمد لله يا ابو. ايه ما انت كسرت هنا ولا ايه؟ كسرت هني ودعكت لنا البرسلات كلهم جنبك اهو. يا عم ده النبي وصى على 7 جار، احنا انت شايف الغيط كله صغير. برضه بالعكس دعكت البرسيم كله. يا عمي يعني يرضيك. يعملش حاجه ده هم كلهم شويه قليلين. هجيب لك تعال هكري لك نفر، اني هكري لك نفر وهشيلهم لك بكره ان شاء الله. بس اشيل قصباتي بس ان شاء الله، وان شاء الله هنعملهم لك خلاص. يعني هتشيلهم؟ هنشيلهم واعملهم ان شاء الله. ماشي يا باشا؟ ماشي. اقول لك عايز عود قصب للعيال. ايه عايز عودين 3 قصب للعيال. عودين 3 قصب للعيال؟ انت زارع معاي؟ لا. طب ابعد جيت تسقي معاي؟ لا. امال عاوز القصب ده ليه؟ للعيال يا راجل، هيمصوهم معك كم عيل انت؟ معي 4. 4 تمام. كل واحد كعب، اكثر من كعب لا. كل واحد كعب اكثر من كعب لا. كيف الكلام واحد اهو كدي 1 2 3 4 وامهم. انت معك امهم؟ امهم. واحد عشان انت جاري ودعكت لك برسماتك، يبقى اخرك الغتيني تاخذ دشتي وتروح تقول لهم الحج بحبح. الحج بحبح اداني داي ما عاوزاش. لا ما عايزهاش يا ابن معيش قصب خالص. انت توفر، ده انت توفر على ده. روح يا راجل ده حلوه. خلينا اصحابه وبكره تجيب نفر تعدل البرسمات زي ما قربتهم. بكره اعدلهم غور بس. يلا غور روح يا راجل. ايه يا ابو ايدي انا فاضي والله. كل واحد هنا عاوز عشان دعكت له برسيم عامل لي حكايه، وديت عشان مش عارف ايه عامل له حكايه. ايه يا ابو ايدي اريح لي 5 دقايق يا ابوي. اريح لي 5 دقايق لغايه ما اشوف تغيب كدي، وان شاء الله ايه اقوم منها. انا قلت لك اخذ عودين 3 4 للعيال بما يرضي الله. انت ما رضيتش، طب انا هناخذ بما لا يرضي الله. الشمس غابت. اقوم يا ابوي ابص على القصبات يكون حد خد منهم حاجه، عشان انا عارف هني البيوت مش هتخلي فيهم قصب. نقعد السنه كلها نزرعه وفي الاخر تخطفهم العوايد. ايه ده كان في قصب هني، ما راح فين؟ كلش السراق. طب ده انا نايم ببطانيتي، ده كثير مش عود، ده انا عددهم دول، ده ما يطلعش 500 عود، ده كانوا 4000. الله راحوا فين؟ يعني ابو شوقي ممكن يكون غفلني. طيب ماشي انا هلبدله وهمسكه وهنطلع 200 ابو دقي. تعال اعمل له ايه؟
اعمل له فخ الاول عشان يقول الحاج بحبح نايم. الحاج بحبح نايم. هغطيه الحاج بحبح. يعني هو عرفني انه انت نمت. ماشي. وانا هنيت وقعد له. النبطانة عشان لما نقول لك على عود تديني شيلي. هو ده اللي ينفع مع البني ادمين. تعالي انت زرعت معاي. لا انا قلت زرعت معاي. انا قلت انت زرعت معاي. انا قلت انت زرعت معاي. يا اخي اموتك. انت زرعت معاي. انا قلت لك على عود. انت زرعت معاي. انت زرعت معاي. انا قلت لك عايز عود بالازرق. لا فيش عودان. هنا فيش انا عودان. قلت لك عايز عود بقى. انت فيش انا عودان. قلت لك عايز عود لله. فيش عودان. انا قلت فيش عودان. خلاص عيش ثاني. انت عايش جيت ثاني. زرعت معاي. عيش ثاني. جيت زرعت معاي. امال يعني عيش ثاني. جيت زرعت معاي. لما قلت لك على عود بالازرق بس. والله من هيك هنا دي. والله من هيك. زرعت معاي. تعبتونا وقرفتوني. ايه المرة الطافحة دي؟ قصبت له حرصوم. الاقوها من ايه ولا ايه؟ طب لا زرع زي الناس ولا قصب زي الناس. هنعملوا ايه يعني؟ مش عارف والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الغرض من الفيديو، معلش احنا تعبنا يعني وطولنا عليكم، بس والله الغرض من الفيديو زي ما انتم شايفين القصب كتير قوي بسم الله ما شاء الله عندنا في الصعيد. دي واحد تمام. القصب واحد استاذن خد قال لك عاوز عود، عاوز عودين معاه اولاده. ده موسم القصب، فانت تديه قصب قصب كتير. العربية لو انت عندك عربية عربيتين 10 عربيات قصب، العربية الواحدة فيها فوق المليار عود. مليار عود يا حاج بحبح. عامل قاعد العملية. فطبعا يعني عود او اثنين والله يعني مش هيبوظ الدنيا معاه. فانت عود استاذن منك عود اثنين ثلاثة ممكن يجي بالليل ياخذ منك باط كبر زي ده انا ما شفتهوش. صح. فانت عادي بالنسبة لك عود استاذن منك خلاص. حتى عشان ربنا يكرمك فيهم ويجيب لك برضك حق وذكاء يعني ذكاء الزروع برضه دي لها ذكاء يعني. فانت لازم تطلع زكاة الارض، تطلع زكاة الزرع، واعتبر العود ده هو الذكاء بتاعه. وبعدين مش هيجيب محصول يعني زي ما كان الاول يعني. ده حتى كل واحد ما كل ما تدي من القصب انت ولا تدي من الزرع هيجيب لك. ليه؟ عشان هيبقى ربنا مبارك فيه. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس. وان شاء الله الفيديوهات الجاية باذن الله احدث من دي باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.